السلام عليكم. طبختنا لهذا اليوم أفخاذ دجاج بصلصة الطماطم. أحتاج لهالطبخة أفخاذ من الدجاج. أنا عندي كيلو و800 غرام من أفخاذ الدجاج. أحتاج ملح. الخطوة الأولى أملح أفخاذ الدجاج. الملح طبعا حسب الرغبة، ما راح أذكر كمية معينة. هاي ملحتها. بعدين أضيف هاي البهارات. طبعا هاي البهارات خلطة: كمون، كزبرة، كاري، فلفل أحمر، زعتر، نعناع، حلبة. أذكر لكم إياها إن شاء الله على الشاشة، نكتبها حتى تدونوها عندكم، وبنسب متشابهة، وأنتوا تختارون حسب رغبتكم إذا تخلوها كلها أو قسم منها. هذا راجع لكم. أتبل البهارات، الأفخاذ جيدا بالبهارات. أنا اختاريت أفخاذ لأنها قليلة الدسم. ممكن اختيار دجاجة كاملة، لكن بهالحالة يعني ممكن إزالة بعض من الجلد حتى نقلل من دسامة الطبق. عندي طبعا طبق راح أدخلها بعد ما أفركها جيدا حتى تاخذ البهارات. أدخلها بهذا الطبق ومباشرة على الفرن. أحتاج بصل مقطع إلى مكعبات بهذا الشكل، واحتاج إلى طماطم مقطعة أيضا إلى مكعبات، واحتاج إلى مجموعة بهارات: ملعقة كوب من الكاري، ملعقة كوب من الفلفل الأحمر، ملعقة كوب من الأوريغانو أو زعتر عادي، ملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وأيضا حسب رغبتكم بالنسبة للفلفل الأسود والكمون. واحتاج طبعا إلى الملح، ملعقتين من دبس الرمان، وملعقتين من الكاتشب، أي كاتشب عندكم، وملعقة أكل من معجون الطماطم. واحتاج طبعا إلى الزيت، ملعقتين من الزيت فقط لا غير. راح أخلي البصل على النار. بعد ما نضج البصل وأصبح لونه ذهبي، وهو المطلوب طبعا، أنا أريده بهذا الشكل، راح أضيف الطماطم المقطعة. طبعا البصل 3 حبات من البصل و8 إلى 10 حبات من الطماطم. كمية البصل والطماطم حسب حجم القالب أو الطبقة اللي عندي، حسب كمية الدجاج، فكل ما تزيد هاي الكمية من البصل والطماطم. راح أخليها على النار وأغطيها إلى أن تنضج. بهذا الوقت بعد ما خليت الطماطم والبصل على النار، راح أحضر بقية مكونات الصلصة. عندي خاشوقة أو ملعقة أكل من معجون الطماطم، ملعقتين أكل من الكاتشب بارد حار حسب رغبتكم، وملعقتين من دبس الرمان، أيضا ملعقتين أكل من دبس الرمان أو أكثر حسب رغبتكم. أنا راح أخلي ملعقتين، وأضع هاي البهارات اللي ذكرتها واخلطهم جيدا، وانتظر إلى أن تنضج الطماطم مع البصل وأضيف هاي الأشياء. بعد ما نضجت الطماطم مع البصل راح أضيف هاي الخلطة اللي خلطناها من المعجون والكاتشب والبهارات ودبس الرمان، وأحركها إلى أن تنسجم مع بعضها أو تتجانس. بهالأثناء عندي الدجاج أيضا نضج، أفخاذ الدجاج نضجت. راح أطفي النار وأخليها على طبق الدجاج. هاي أفخاذ الدجاج أصبحت جاهزة، طلعتها من الفرن. راح أضيف لها الصلصة.
هذا الشكل. شوفوا أسفل القالب ماكو أي دهن، يعني دهن قليل جدا وهو المطلوب. ما نريد أكلتنا تصير دسمة، نريدها صحية وترضى إن شاء الله جميع الأطراف. أما إذا تحبوها دسمة فهذا راجع لكم، ممكن تزيدون كمية الزيت الموجودة بالصلصة. نزلت الصلصة على أفخاذ الدجاج، راح أرجع أدخلها الفرن مرة ثانية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق فقط حتى تاخذ لون وتقدم إن شاء الله. درجة حرارة الفرن 180 درجة. أعزائي المشاهدين، هذا طبقنا انتهى وأصبح بهذا الشكل. أتمنى تجربوه، طبق صحي ولذيذ ويصلح للحميات الغذائية. شكرا لمشاهدتكم وعليكم بألف عافية.